السلام عليكم يا حبايبي. انا اماني محمد. تعالي اعملي معايا الفطير المشلتت من غير ما تعجني ولا تفردي بطريقه سهله جدا، وهيطلع معاكي مورق وناجح جدا كمان. هقطع لك قطعه علشان تشوفيها وركزي معايا بقى وشوفي الجمال. شايفه طراوه الفطير بتاعنا وشايفه مورق ازاي؟ ما شاء الله، وطعمه لذيذ جدا وخفيف كمان، وكل ده من غير ما تتعبي او تعجني او تفردي. بصراحه الوصفه دي فوق الممتازه، انا نفسي تجربوها ومش هتندموا باذن الله. يلا بينا، اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم. ونقول بسم الله. معايا بولة وهنزل فيها بكوباية الا ربع من السمنة، وتقدري تستعملي سمنة على زبدة، مفيش مشكلة، المتاح عندك. هنزل عليهم بنص كوباية من اللبن، وعليهم معلقة كبيرة مليانة من السكر، وعليهم كمان معلقتين كبار مليانين من الزبادي. وطبعا الزبادي دي انا بعملها في البيت، وهسيبلك طريقتها في صندوق الوصف، وممكن تستعملي اي نوع زبادي تفضليه. هنزل عليهم كمان بمعلقتين كبار مليانين من القشطة، لو ما عندكش قشطة ممكن تستعملي وش اللبن، بتبقى حلوة كمان. وهنزل على الخليط ده كله بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ودي مهمة جدا علشان هتساعد على تسوية وهشاشة الفطير بتاعنا كمان. هنقلب الخليط ده بقى مع بعضه ومش عايزة فيه اي تكتلات. ومعايا بقى لفة من الجلاش وزنها نص كيلو، اللفة دي كانت مركونة عندي في الفريزر بقالها فترة، قلت اطلعها ونعملها فطير مشلتت. فتحت لفة الجلاش، وطبعا حطيت الجلاش بتاعنا في فوطة علشان يفضل معايا طري للآخر ويكون سهل ان اشتغل بيه. واستعملت صينية مقاسها 35. بداية كده لازم ندهن الصينية بتاعتنا، انا دهنتها بالسمن، ممكن تدهنيها بالسمنة او بالزبدة. وبعد كده هنبدأ في رص ورق الجلاش بتاعنا، وكل ما ترصي طبقة لازم تدهنيها بالخليط اللي عملناه. بس فيه ملحوظة مهمة وركزي معايا فيها، وانت بتدهني ورقة الجلاش ادهني الجزء الموجود في أرضية الصينية بس، يعني ما تدهنيش ورقة الجلاش بالخليط على جوانب الصينية. وهقولك ليه، لأن لو دهنتيها هتلزق في جوانب الصينية، ولما نيجي نقفل الفطيرة بتاعتنا في الآخر هتتقطع معاكي. وياريت بقى على قد ما تقدري الورق في البداية كده يكون سليم، أصل بصراحة اللفة دي كانت حالتها صعبة قوي ومتقطعة وغلبتني. لكن لو طبعا بتستعملي جلاش من المخبز ده حاجة تانية، بيكون طازة وطري ومريح جدا في الشغل معاكي. زي ما انت شايفة كده كل الورق المتقطع انا حطيته في نص الفطيرة، وكل ما كنت احط ورقة لازم ادهنها بالخليط اللي مجهزينه سوا. الجو برد والخليط اللي عملناه سوا بدأ يجمد معايا، فجبت حلة وحطيت فيها مية سخنة وحطيت فيها البولة علشان الخليط يسيح من تاني ويفك واقدر ادهن بيه طبقات الجلاش. انا كده خلصت لفة الجلاش بتاعتي وسبت 3 ورقات سليمة. هنقفل الصينية بتاعتنا، وكل ما نتني ورقة من الجلاش لازم ندهنها بالخليط، وهو ده اللي بيخلي الفطير معانا مورق. بعد ما قفلت طبقات الجلاش كلها بالشكل ده ودهنتها كويس جدا بالخليط، بالورق السليم بقى اللي انا شايلاها على جنب، وهغطي الصينية من فوق بالشكل ده. وزوائد الجلاش انا بدخلها تحت الفطيرة بالمعلقة علشان الفطيرة بتاعتنا من فوق يبقى شكلها منتظم. انا سبت 3 ورقات لان الصينية بتاعتي مقاسها كبير، انت ممكن تستعملي صينية مقاسها صغير وهيكفي ورقة واحدة لتغطية الفطيرة بتاعتك. زي ما اتفقنا كل ما نحط طبقة لازم ندهنها كويس بالخليط بتاعنا. خلصت الصينية وشغلت الفرن الغاز بتاعي لمدة 5 دقايق، بعد كده دخلتها الفرن وهديت نار الفرن، خليتها نار متوسطة وسبتها من 15 ل 20 دقيقة. ما شاء الله كانت استوت وبقت زي الفل. لو عايزة تخبزيها في فرن البوتاجاز سخني الفرن لمدة 5 دقايق على درجة حرارة 200، وبعد كده دخليها الفرن هتاخد معاكي لون ذهبي من تحت. ممكن تشغلي لها الشوايه وممكن تاخد معاكي اللون الذهبي من تحت وفوق، هتقعد معاكي في الفرن حوالي تلت ساعه. وادي الفطيره بتاعتنا دخلتها الفرن وقفلت عليها، وكنت بفتح علشان الفها من وقت للتاني على نار هاديه. ما شاء الله الفطير بينفخ معانا، وده دليل على نجاح الفطير بتاعنا. وشايفين الجمال بقى؟ ما شاء الله اللهم بارك. طبعا ده جلاش واكيد بيطلع من الفرن ناشف، فلازم نسيب الصينيه تهدى بس دقيقه كده او دقيقتين، وبعد كده افرد عليها كيس بالشكل ده واغطيها بفوطة كمان والفها زي ما انت شايفة معايا كده وهي لسه سخنة، علشان احجز البخار اللي هيطلع من الفطيرة، وهو ده اللي هيخلي الفطيرة بتاعتنا طرية جدا. سبتها حوالي تلت ساعة لما بردت تماما ورجعت لها. ما شاء الله الفطيرة بتاعتنا طرية جدا وريحتها تحفة تحفة، الله عليها مع العسل او الجبنة.
يا ريت بقى لو وصلتم معايا لهنا ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، رأيكم يهمني، اكتبولي رأيكم في التعليقات، ويا ريت كمان تدعوا لوالدتي بالشفاء، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اماني محمد.